وهو بالأفق الأعلى. طبعا هنا وصف لجبريل عليه الصلاة والسلام، هو شديد القوى، الملك الذي جاء بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال هو في قوله تعالى هنا ذو مرة فاستوى. ما معنى ذو مرة؟ قد تكون هذه الكلمة غريبة على بعض الناس الذين يسمعونها. ذو مرة فاستوى. مرة هنا المقصود بها القوة والشدة، أي أن جبريل عليه الصلاة والسلام ملك قوي شديد، ولذلك قال الله ذو مرة، أي صاحب قوة وشدة في قوته في خلقته. فاستوى يعني فبلغ الغاية. هنا في التفسير المختصر قالوا علمه إياه ملك شديد القوة، هو جبريل عليه الصلاة والسلام، هو نفس المعنى. فإذا ذو مرة أي ذو قوة شديدة، مأخوذة من قولهم العرب تقول ماذا؟ تقول أمررت الحبل، أمررته إذا أحكمت فتله وشديته. وحتى كلمة مر يمر هي فيها سرعة وفيها شدة وفيها إحكام، وقد مردت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، تقريبا في 35 موضع مادة مر. ومنه قوله سبحانه وتعالى ويقول سحر مستمر، مستمر أي سحر قوي شديد. إذن ذو مرة هنا هي ذو شدة وذو قوة، وهذا يحمل عليه معنى هذه الآية، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام فعلا كان موصوفا بالقوة وبالشدة، وهو إن لم يكن هو من أقوى الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام وأعظمهم خلقة، كما جعله الله سبحانه وتعالى أمينا للوحي بين الأنبياء وبين الله سبحانه وتعالى، وكان هو الذي نزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى وصفه في هذه الآية بقوله ذو مرة فاستوى، أي فاستوى يعني فبلغ الغاية في القوة وفي الشدة. الآن لما تقرأها علمه شديد القوى، شوف شديد القوى جمع قوة، ذو مرة يعني ذو إحكام شديد وذو قوة شديدة، فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. فهنا هذا كله وصف لجبريل عليه الصلاة والسلام. الآن مفردة جديدة تضاف إلى قاموسك من مفردات غريب القرآن الكريم، وهي الكلمات التي ربما لا يعرف معناها كثير من الناس اليوم، وبعضها لا نستخدمها في لغتنا الدارجة اليوم وفي لغتنا العربية التي نستخدمها. فوجب علينا أن نتعلمها وأن نتوقف وأن نرى ماذا قال علماء اللغة وماذا قال علماء التفسير عن هذه المفردات. في أمان الله.